بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض صوابع جيجي. صوابع جيجي ترند على الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي، بس احنا هنعملها مع بعض في القناه حصري، محدش عملها قبل كده. صراحه ما شفتش طريقتها، انا جبت لكم طريقتها من اكبر شيف في نولا نفسها. نولا اللي هي منزله الصوابع جيجي، مش عارفه هي زينب ضايقتهم في ايه بصراحه. قدمتها انا مع صوص شوكولاته، تقدري انت تحطي اي صوص انت عايزاه. هو بيقدمها مع صوص شوكولاته، صوص فستق، صوص اي كراميل اللي انت عايزاه. يلا نشوف المقادير. اول حاجه عايزينها كوبايه دقيق سميد، كوبايه دقيق ابيض، معلقه كبيره نشا، معلقه لبن بودر، ونص كوبايه زيت، ومعلقه ممسوحه بيكنج باودر، 3/4 كوبايه ميه. احط كل المكونات الجافه على بعضها، وهكتب لك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. معلقه ممسوحه بيكنج باودر منساش، وذره ملح. اقلب المكونات الجافه دي مع بعض، انزل بالزيت والميه حبه حبه بقى. الميه بقى حسب دقيقي، يعني على بال ما تلم، بس انا محتاجاها بمعلقه مش محتاجاها بمكنه. العجينه دي سهله قوي وبسيطه، وتمنها غالي قوي. يعني انا مش عارفه ليه الطبق اللي وريتهولك ده بيتباع ب 750 جنيه في نولا. بجد يا جماعه غالي قوي، وهو مكوناته بسيطه جدا، وهو طعمه حلو، بس مش لدرجه 750 جنيه يعني. بس خلاص عجنتها حلو قوي، اركنها بقى على جنب، ونروح نعمل الشربات التقيل اللي زي بتاع الكنافه. اولع البوتاجاز بتاعي، واحط الحله وكوبايتين سكر على كوبايه ميه. اول ما تبدا يعني تغلي، احط نص ليمونه، وبعدين احط كيس فانيليا. ولما احط الكيس الفانيليا اسيبها دقيقتين بالظبط. هتغلي معايا، اقلبها وتغلي معايا دقيقتين بالظبط على النار. خلاص كده الشربات بتاعي جاهز. ارجع بقى للعجينه. احط انا العجينه هديت خالص معايا. حطيت بقى معلقه سمنه بلدي، ودي التركه بتاعتي في كل معجناتي، وخصوصا ان هي معموله بزيت، فبحب يبقى يعني بعزز طعمها بالسمنه البلدي. قسمتها كورتين وابدا بقى اشكلها. اهم حاجه في التشكيل انها تبقى رفيعه قوي، لانها زي الكرواسون، فهتبقى يعني مش عايزاها تبقى من جوه معجنه، انا عايزاها رفيعه خالص. ابدا بقى ايه، اظبط كده الشكل بتاعي، واعمل بقى مثلثات، واحد عادي، واحد معوج شويه، واحد زي الكرواسون. هوريكي بس انا كده اول مثلث اهو، وبلفه. اهم حاجه العجينه واقفل حرفها كويس قوي. بصي زي الكرواسون العادي اللي بنعمله بعجينه كرواسون. تمام كده. اهي العجينه بحاول ان انا اسويها واعمل برضو مثلثات. انا بوريكي بس ان انا هعمل معاكي كل الكميه دي عملت معايا كتير قوي. بصي اقفل حرفها كويس قوي، ولازم تبقى رفيعه، لانها ما تبقاش عشان من جوه ما تبقاش نيه. بس كده اجهز كل الكميه اللي عندي. اخدها بقى كده انقلها في طبق. بصي عملت لي كميه كبيره قوي، بجد هي زي صوابع زينب، طعمها زي صوابع زينب. اعمل بقى ايه، اجيب الزيت بتاعي واعمل زي بالظبط بلح الشام. بنحمر بلح الشام لما يكون الزيت بارد مش سخن. هي كده بالظبط، لان انا لو حطيتها في زيت سخن هتحمر من بره، ومن جوه هتبقى نيه، مش تبقى حلوه خالص. فالتركه دي خلي بالك منها خالص. حاول بالراحه خالص. اقلبها لقيتها لسه ما احمرتش، اسيبها لحد ما تحمر. افضل بقى اقلب من كل الجوانب. تمام كده اهي بدأت تاخد لون، ومن جوه تستوي، لان النار واطيه عليها برضو. على فكره انا لما اطلع الكميه دي هسيب الزيت يبرد عشان احط غيرها، عشان ما ينفعش احط في زيت سخن زي ما قلت لك. بصي اتحمرت ازاي اهي، بدأت تبان انها زي صوابع زينب كده، مقرمشه قوي من بره، ومن جوه طريه، خطيره بجد، طعمها خطير. طعمها حلو حلو قوي يعني. وخصوصا بقى ان احنا ناخدها كده من الزيت وهي سخنه اهي، نحطها في الشربات على طول اللي عملناه سوا. تمام كده، واسيب الزيت يبرد عشان اعمل غيره. تمام. بس واحطها بقى في مصفى بعد الشربات، ما اقعدش اقلبها كتير عشان ما تتكسرش، لانها ناشفه من بره، وزي ما قلت لك من جوه هشه قوي وطريه. بس اهي في مصفى. اقدمها بقى مع صوص شوكولاته، صوص فستق، كراميل، زي ما هما بيقدموها. الطبق ده ب 750 جنيه، واحنا عملناه بأقل التكلفه. بجد بجد لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. وصوابع زينب بقى اسمها صوابع جيجي. يعني بجد طعمها حلو قوي. بصي من بره هشه ازاي، ومن جوه طريه ازاي. يا سلام بقى لما تحطيها في الشوكولاته وتدوقي، طعمها حلو قوي. او اي صوص انت عايزاه، وجربي الطريقه دي، وبألف هنا وشفا ليكي.